السلام عليكم. ناس كتير بعتت لي رسالة على الخاص: يا دكتور احمد، ايه الروتين المناسب لبشرتي في خلال شهر رمضان؟ عشان بستخدم حاجات كتير وفي نفس الوقت البشرة مش زي طبيعتها قبل رمضان. اولا، المشكلة عندنا في شهر رمضان ان احنا ما بنشربش مية كتير او الجسم بيفقد كمية مية كتير، فترطيب البشرة بيبقى ضعيف او قليل. فدي المشكلة اللي بنواجهها في البشرة لو عايز تستخدم روتين كويس في شهر رمضان. اهم حاجه نشرب كميه ميه كبيره على مدار الساعه. مش هقول لك اشرب ميه كتير وقت السحور بس، وقت الفطار لا، كل ساعه ليك كوبايه ميه تشربها. تاني حاجه، الغسول بتاعنا لو غسول فيه ساليسيليك اسيد او بينشف البشره، بدل ما نستخدمه مرتين نخليه مره واحده بس في اليوم عشان ما ينشفش البشره. الحاجه التانيه، الكريم المرطب او الجل المرطب على حسب البشره بتاعتنا، جافه او دهنيه. كريم للبشره الجافه والجل او فلويد للبشره الدهنيه، نستخدمه من مرتين لثلاث مرات عشان يحافظ على الترطيب. الحاجة الأهم والأساسية اللي لازم نعملها قبل النوم إن إحنا نستخدم سيرم الهالورينيك أسيد، وأنزلكوا صور السيرامات الكويسة اللي في السوق بتركيزات كويسة. الميزة اللي فيه إن إحنا نستخدمه على بشرة مندية. الميزة اللي فيه إن هو بيحافظ على ترطيب البشرة أطول فترة ممكنة، بيدي نضارة للبشرة، بيقاوم التجاعيد، بيحارب الشيخوخة، العلامات التعبيرية والخطوط الرفيعة البسيطة. لو انت عندك خطوط تعبيرية جامدة او تجاعيد ومحتاجة ترطيب اكتر او نضارة اكتر، ممكن تستخدمي الميزو سيرابي بتاع شركة فيجن. ده بيبقى في الكلينيك، بيتعمل بالديرما بن او بيتحقن بالسيرنج في تجويف العين او في الفيس كله. الميزة اللي فيه انه بيعمل فيس ليفتنج وبيعمل لك كونتور للفيس، وبيعالج لك المشكله بتاع التجويف اللي تحت العين، وكمان هيعالج لك المشكله بتاع الخطوط والتجاعيد اللي حوالين العين. هيديك نضاره قويه للبشره، هيخلي البشره بتاعتك دايما نضره وبشره منوره. ده لو انت عايزه تاخديه في الكلينيك. الحاجة الأهم كمان إن إحنا لازم نستخدم واقي الشمس بتاعنا قبل الخروج. لو بشرة عادية أو جافة يبقى الكريم، لو بشرة دهنية أو مختلطة يبقى الجل أو الفلويد. الكريم واقي الشمس اللي إحنا بنستخدمه عادي. والأهم من ده كله نستخدم الفيتامينات المضادة للأكسدة اللي إحنا متعودين عليها، زي السيلينيوم ACE أو فيتامين سي وفيتامين A وفيتامين E. او نستخدم الانتوكس قرص كل يوم بعد الفطار بساعه او بساعتين. لو مشينا على الخطوات دي او الروتين ده باذن الله في شهر رمضان هتلاقي بشرتك صافيه جدا. كمان التقشير، كل اسبوعين نعمل تقشير. بلاش نستخدم المقشرات اللي هي من الصيدليه زي الاكريتين والادبالين والماربلين والميلانو فري في اضاءه. لازم نستخدمها في الضلمه، نستخدمها الاول على ايدينا وبعد كده نستخدمها على الوش علشان نشوف هتعمل لنا حساسيه ولا لا. نستخدمها في الضلمه لمده ساعتين 3 بالليل. قبل منها نستخدم المرطب بتاعنا وبعد منها المرطب. او ندخل سيرم الريتينول اللي بيدي نضاره للبشره كل 3 ايام مره، بعد كده يوم او يوم لا. وفي حلقات كامله عن المرطبات الخاصه لكل بشره، وواقي الشمس وسيرم الريتينول والهالورينيك اسيد موجوده في الحساب بتاعي. لو راجعتوها تستفيدوا منها كويس جدا. ما تنساش تدعمني بفلو لايك. شكرا.